الفيلم بيبدأ بمشهد في حلب سوريا. مجموعة من قوات النخبة البحرية الأمريكية بيطلعوا من المية وبيخلصوا على 2 متمردين بسرعة. الفريق ده اللي منهم جون كيلي بيقابل ريتر عميل المخابرات الأمريكية عشان يناقشوا تفاصيل مهمتهم الجاية. ريتر بيطلب منهم يساعدوه في إنقاذ عميل للCIA مسجون في مبنى قريب. ريتر بيقول للفريق ببساطة إنه ما يعرفش عددهم قد إيه من المسلحين اللي هيواجهوهم، وده بيخليه هو وجون يتخانقوا بسبب نقص المعلومات ده. في نفس الليلة الفريق بيقرب من المبنى المستهدف بهدوء وبيخلصوا على واحد بيراقب قبل ما يفجروا طريقهم لجوه. بيجروا على السلالم وبيتعرضوا لاطلاق نار، بس بيقدروا يخلصوا على الجنود بسهوله. الفريق بيهجم على الاوضه وبيقتلوا كل الرجاله اللي فيها قبل ما ياخدوا الرهينه. جون بيكتشف بعد كده ان الرجاله اللي قتلوهم كانوا عسكريين روس سابقين مش سوريين، بس ريتر بيطنش الموضوع ده. وهم بيجهزوا نفسهم عشان يمشوا بيضربهم صاروخ RPG وده بيخلي الممر ينهار. كام واحد بس اللي بيموت من الفريق، بس جون بيقدر يشيل جرير قائده ريتر اللي بتكون وقعت دور كامل تحتيهم، بس هي بترفض اي مساعده وبتسيبه وتمشي. بينما جرير بتواجه هجمات، جون و2 من المارينز بيفضلوا وراها، ولما بيكتشفوا انهم في مخزن اسلحه روسي وان ريتر كذب عليهم، جون بينط في الحفره وبيبدا يحارب الرجاله جنب جرير. الاتنين بيشقوا طريقهم ناحيه المخرج، ولما بيوصلوا جون بيعمل كمين لراجلين كانوا مستنيين وبيقتلهم بسرعه. بيوصلوا لريتر وهو بيركب الهليكوبتر وبيطلبوا منه اجابات، بس ريتر بيضحك عليهم ببساطه. جون بيمسك ريتر بعصبيه، بس جرير بتأمره انه يسيبه. بعدها ريتر بيشن غاره جويه بتدمر مخزن الاسلحه. بعد 3 شهور جون ومراته بام بيستمتعوا بشهر السادس من حملها مع اصحابهم في بيت اهل جون. بعد ما ساب البحريه، جون بيجيله عرض انه يشتغل حارس امن خاص وهو متحمس جدا للمنصب ده. في نورث كارولاينا بنشوف راوجي زميل جون السابق في البحريه في بيته مع مراته وعياله. بيطلع بره عشان يرمي الزباله، وفجاه عربيه فان بتعدي عليه وبتدهسه وبيموت. على الناحيه الثانيه كيث جندي بحريه سابق تاني بيكون محبوس في زحمه طرق في اتلانتا ورا عربيه فان. فجاه رجاله بيطلعوا من الفان وبيفتحوا نار وبيقتلوه فورا. جون وبام بيرجعوا البيت من الحفله وبيجهزوا نفسهم للنوم. جون بيتكلم عن بنته اللي لسه هتتولد قريب قبل ما يحاول يهزر مع بام، بس هي بتكون مرهقه وتفضل انها تنام. بينزل تحت عشان يسمع مزيكا ويريح اعصابه، وهو ما يعرفش ان في مجموعه من رجاله بره بيقطعوا الكهرباء عنه. لحسن الحظ اللابتوب بتاعه بيقطع شحن وده بينبهه لغياب الكهرباء. بعدها بيسمع صوت كركعه في الارض وبياخد مسدسه وكشاف. في نفس الوقت الرجاله بيطلعوا السلالم وبيدخلوا اوضه بام وبيضربوا رصاص على السرير. واحد من الرجاله بيقتل اللي بيضرب النار في الاخر. لما جون بيوصل لاول السلالم بيقابل راجل وبيضربه بالنار وبيموت. بعد ما بيقتل مهاجم تاني بيدخل في تبادل اطلاق نار مع المهاجم الاخير. الرجاله الاثنين بيقعوا وهم بيتألموا. المهاجم بيحاول يضرب جون بالنار بس الذخيره بتخلص، فبيجر نفسه على رجليه وبيترنح وبيطلع بره الباب. في الاخر جون بيجمع شجاعته وبيزحف جوه اوضه النوم وهو بينادي على بام. بيوصل للسرير بس بام بتكون ماتت، وبيمسك الملايات وهو بيعيط قبل ما يفقد الوعي. الCIA بتنقل جون بسرعه للمستشفى وحياته بتكون في خطر. الCIA والبحريه بيعملوا اجتماع عن الهجمات اللي حصلت على وحده القوات الخاصه، واللي بيلمح من خلاله ريتر ان قوات النخبه ممكن يكونوا حطوا نفسهم في مشكله كبيره وانهم هيدوروا على كل الخيوط. جرير بتواجهه بشده بعد الاجتماع وبتدافع عن شرف رجالتها، بتطلب منه انه يشرح ايه اللي بيحصل، بس ريتر بيقول لها بكل برود انهم بيحققوا في الموضوع. جون بيكون في غيبوبه وبيحلم ببام وبيجيله تشنجات. بعد كام يوم جون بيصحى وبيلاقي جرير واقفه جنبه، ولما بيسالها عن ابنه بيكتشف ان محدش من عيلته نجا. جون بيعيط بصمت قبل ما يطلب يعرف مين اللي ورا الهجوم، وبيضيف انهم كانوا محترفين بس جرير ما عندهاش معلومات ومش هتقدر تديهوله حتى لو كانت عندها. بعدين جرير بتكون في مكتبها لما بيزورها وزير الدفاع توماس كلي، وبيقول ان والد جرير بيشكر في حكمها. كلي عايز يعرف لو كانوا يقدروا يثقوا في جون لانه عنده خطه. جون بيبدا يتعافى على طول. وزير الدفاع كلي بيستدعي جرير لاجتماع، وريتر اللي بيكون مش راضي عن وجود جرير في لقائه بيرفض وجودها. ريتر بيوريهم صوره ابن رئيس الجهاز الامن الفيدرالي الروسي اللي اتقتل لما دهموا مخزن الاسلحه الروسي، واللي بيعتقد ان هو اللي كان ورا هجمات الانتقام على المارين. جرير بتلاحظ 3 صور وبتسال عن هويه المهاجم الرابع، بس ريتر بيرفض السؤال ده وبيكشف بشكل صادم ان الCIA قفلت القضيه، وبكده النتيجه بقت متعادله. سماع الكلام ده بيغضب جرير، وكلي بيعترف انه لو الCIA قفلت القضيه خياراته محدوده. بعدها جرير بتلحق جون وبتدعوه انه يشربوا حاجه. هي دلوقتي عرفت احساس جون ناحيه ريتر وبتعرفه بقرار الCIA. بعدها جرير بتوري جون الصور المهاجمين اللي جابتها من كلي، وبتشرح له ان الرابع شبح. كل جوازات سفرهم طلعت من اندري الفيوفيف عميل سابق للFSB، وجرير بتوصفه بانه الذي لا يمكن المساس به. بعد كام ليله جون بيرجع لبيته اللي لسه يعتبر مسرح جريمه. بيدخل اوضته وبيجيله نوبه بكا على خساره عيلته. بينزل القبو وبيطلع مخبأ اسلحه وفلوس من السخان. فوق بيجهز مسدسه قبل ما يصب كحول على نفسه. جون بيلاحق أندري لحد القنصلية وبيترنح وهو رايح ناحية حراسه وهو بيمثل إنه سكران. بيشوف أندري
بيهرب في عربية، وهو بيتخانق مع الحراس بيلاقي نفسه في عربيته ورا القافلة. بيتصل برقم الطوارئ 911 وبيبلغ إن حد في موكب أندريه وجه سلاح عليه. السلطات في الآخر بتوقف العربية، وده بيسيب أندريه لوحده في الشارع. فجأة جون بيسوق عربيته ويخبط في عربيتهم ويحشرها. جون بيصب بنزين على العربية بينما أندريه بيحاول يهرب وبيولع فيها نار. جون بعدها بيهجم على العربية المحروقة وبيضرب السواق بالنار وبيوجه المسدس لأندريه. بيطلب يعرف اسم المهاجم الرابع وبيضرب أندريه في رجله لما بيتردد. أندريه بعدها بيعرف جون إنه بيمثل خطر لأنه هو الضحية المستهدفة. جون بيضرب أندريه في صدره وبيخرم رئته وبيجبره إنه يستسلم ويدي اسم فيكتور ريكوف. جون يقتل أندريه بعدها قبل ما يسلم نفسه للشرطة اللي اتجمعت في المكان. أخبار هجوم الروس على المارينز بتنتشر بسرعة، بس CIA والإدارة بيحاولوا يغطوا على الموضوع ده. ريتر بيبلع كلاي إنهم بيشكوا إن جرير سربت المعلومات لجون. ريتر قلقان من إنهم يبعتوا رسالة غلط للروس، بس كلاي بيعرفوا إن جون حرك حاجة هم معرفوش يحركوها ولازم يستنوا ويشوفوا إيه اللي هيطلع. جون بيكون في السجن وبيواجه حكم بالسجن مدى الحياة. جرير بتيجي تشوفه وهو مش ندمان على اللي عمله لأنه حاسس بالخيانة من بلده وخسارة عيلته حاجة مستحيل يسامح فيها. هو بعدها بيكشف إنه اكتشف معلومات جديدة، بس عشان كلاي يسمعها لازم الأول يطلعوا من السجن. صوت حد بيتكلم روسي بره أوضة جون بيرجعه للواقع. بعد كام دقيقة حارس بيقرب منه وبيأمره إنه يدور وشه ناحية الحيطة لأنه مسافرين. الحارس بيطلع متعصب بعد ما جون بيرفض يتحرك. جون بعدها بياخد فوطة وبيبدأ يلف إيده، بيقلع قميصه وبيبدأ يغرق الزنزانة ومجهز نفسه للحرب اللي جاية. بسرعة حراس مسلحين بيهجموا الأوضة وجون بيتجنن وهو بيضرب الرجالة. بعدها بيمسك واحد من رقبته وبيأمر التانيين إنهم يقفلوا الباب وإلا هيقتلوا. الرجالة بيوافقوا، بس حراس أكتر بيوصلوا للباب بسرعة. في اللحظة دي بيوصل مارشالز أمريكيين. المارشالز بيوقفوا الحراس وبيدوا جون موبايل. جرير بتكون على الخط وبتقوله إنه يمشي ورا المارشالز اللي هيوصلوه للحرية. كلاي، ريتر وسارة رئيسة CIA بيقودوا جون لموقع سري، عايزين يعرفوا إيه اللي جون اكتشفه، فبيقول لهم الاسم فيكتور ريكوف. سارة بتكون مصدومة إنه عارف الاسم بس بتصر إن فيكتور مات. ريتر بيحاول يخفي الحقيقة لحد ما بيضطر يعترف إن فيكتور هو قائد الرجالة. جون بيعرفه على طول من بين الصور وده بيقلق سارة وريتر. ريتر بيصر إنهم يلاقوا فيكتور حي ويسلموه بينما جون بيصر إنه ينضم للفريق. كلاي بيرفض الأول وجرير بتوافق بشكل صادم وبتقول إن جون مش لايق، بس بعدها بتغير رأيها وبتبلغ جون إنه هيرجع السجن بعد المهمة. جون بعدها بيقابل باقي الفريق في عنبر طيارات وهم هيسافروا بطيارة مدنية وهينطوا فوق روسيا. ريتر بعدها بيسيب الفريق عشان يسافر هو في رحلته الخاصة وبيعرفهم إنهم هيقابلوهم هناك. خلال الرحلة جون بيواجه جرير بهزار بخصوص كلامها عليه، بس هي كانت بس بتهتم بيه. جون بيعتقد إنه لو كان ساب المارينز بدري وما راحش المهمة دي ممكن تكون عيلته لسه عايشة وبيلوم نفسه. هو ناوي ياخد حقه وبيطنش جرير لما بتقوله إن دي مهمة استخراج. الفريق بيوصل لمنطقة الهبوط وهم على وشك النط لما طيارة حربية روسية بتنضم ليهم. الطيارين بيقربوا منهم ويأمروهم يغيروا مسارهم. الطيار بيرفض فالروس بيطلقوا صاروخ على محركات الطيارة وبتنهار في نص البحر. جرير بتأمرهم يسيبوا الطيارة بس جون بيرفض يسيب المعدات وراهم لأنهم مش هيقدروا يخلصوا الشغل من غيرها. الطيارة بتبدأ تغرق وده بيخلي جون يغطس معاها. بيجمع هوا من أي حتة يقدر عليها قبل ما يوصل لشنطة ويركب فيها عوامة. نفسه بيخلص بس بيقدر يركب شنطة أخيرة ويستخدمها عشان يرجع للسطح. كان على وشك يوصل بس فريقه بيساعده يطلع على القارب المطاطي اللي أنقذه وبيجروا عشان يخلصوا المهمة. بيوصلوا البلد وبيروحوا لمكانهم الآمن. جون بيعتقد إن ريتر ممكن يكون متورط في الهجوم اللي اتخطط له وناوي يعمل تحقيق. ريتر وفريقه بيكونوا بيتفرجوا على الأخبار عن الطيارة لما جون وفريقه بيدخلوا عليهم ويوجهوا عليهم السلاح. ريتر بيحاول يطلع حجج بس جون بيمسكه من رقبته. ريتر بيصر إنه بيحاول بس يوصل لفيكتور وما سلمش المارينز. جون بيسيبه في الآخر وريتر بيروح يغير بنطلونه. بعد فترة قصيرة المارينز معاهم ريتر ومجموعته بيوصلوا في فان لمبنى قصاد مخبأ فيكتور بالظبط. جون بيبص من منظاره عشان يدور على فيكتور وجرير بتلاحظه وبتقلق بس جون بيأكد لها إنه بيدور بس. بعدين الفريق بيتسلل للمبنى وجون بيقودهم. بيطلعوا السلالم وجون بيأمرهم يستنوا وهو بيكشف الطريق قدامهم بس بشكل غير متوقع بيقفل عليهم من الناحية التانية من البوابة قبل ما يكمل لوحده. فيكتور بيدخل الشقة اللي كل اللي فيها ميتين وبيصرخ باسم جون. لما فيكتور بيكشف إنه بيشتغل في CIA جون بيوعده إنه هيدفع 8 بام. جون بيواجه فيكتور اللي بيكون لابس حزام ناسف وبيلمح إن الاتنين مشتركين في مؤامرة أكبر. جون بيحسه إنه يكمل كلام عشان يعرف أكتر بس فيكتور بيقوله إنه وطني قبل ما يفجر نفسه. باقي الفريق بيلحق جون اللي بيبلغ جرير إن فيكتور كان مستنيهم. قناص بيهاجم فجأة
وده بيخلي واحد من الجنود يتصاب. مش قادرين يحددوا مكان القناص، فجون بياخد قطعة ازاز مكسورة وبيشاور عليه. جون بيوفر غطا ناري وهم بيحاولوا يوصلوا لزميلهم المصاب. لما قناص تاني بيطلع بيقدروا يهربوا من الرصاص بصعوبة وبيلاقوا مكان يستخبوا فيه بره. 2 من الشرطة بيوصلوا بس القناصين بيضربوهم بالنار ويموتوهم. جون بيخاف ان اللوم على موتهم هيقع عليهم. هو بيدرك ان في حد عايز امريكا تلاقي روس ميتين في ارضها، وانهم لو ماتوا هنا الروس هيلاقوا جنود امريكان ميتين في ارضهم، وده هيولع صراع. بينما باقي الفريق بيعمل غطا ناري، جون بيفجر حتة في الحيطة عشان يعدي للشقة اللي جنبهم. جرير بتتحرك عشان تعمل كمين للقناص بينما جون بيشغله. جرير بتهاجم بس الذخيرة بتخلص عندها وبتخانق البادي جارد. جرير بتحاول بكل قوتها انها تصد الراجل الاقوى منها وبتنجح بس انها ترميه وتطعنه وبتقتله. الفريق بعدها بيروح اللوبي بس الشرطة بتحاصر المبنى وده بيمنعهم من الخروج. جون بعدها بيعمل خطة عشان يشغل الباقيين بينما هم بيهربوا. جرير بترفض بس جون بيفكرها انه مجرم مدان وهو الشخص الوحيد اللي ممكن يموت هنا من غير ما يتسبب في صراع. جرير بتوافق وجون بيتجه للسطح على طول. بعدها بيشن هجومه، بيرمي قنابل وبيضرب نار وده بيدي وقت للرجالة انهم يهربوا. الشرطة بتحاصر جون على السطح بس بيقتل كام واحد وبيزقهم بعيد. رصاص بيصيب سلاحه وده بيخليه ينط من السطح عشان يهرب. جون بيدخل في صراع مع جندي وبيقتله قبل ما ياخد بندقية ويفتح طريق لنفسه وهو نازل السلالم وبيخلي الباقيين يجروا عشان يستخبوا. عنده قنبلة في شنطته وبيقدر يشغلها قبل ما الرجالة يوصلوا وده بينتج عنه انفجار كبير. وسط الفوضى والدخان جون بيتنكر كجندي روسي وبيسرق عربية إسعاف وبيرجع متردد للنخبة وجرير بتعرفه وبتساعده يضغل. الفريق بيطلع من البلد بسرعة بالمركب. جون بيلاحظ ان فيكتور كان مجرد جزء تاني وانهم عمرهم ما هيكتشفوا مين اللي ورا الموضوع ده. هو بيعتقد انه هيرجع السجن بس ريتر بيفاجئه بعرض فلوس وفرصة للحرية لانه عارف ان فرصتهم في كشف المؤامرة هتكون اكبر مع جون كشبح. بعدين بنشوف كلاي في العشاء وهو بيتفرج على الاخبار عن التوترات بين روسيا وامريكا. بعدها بيروح الحمام من غير رجالته. جون بيعرف كلاي عن العملية الفاشلة وعن المؤامرة بس لما كلاي بيعترف بالصدفة انه عارف معلومات اكتر من اللي اتقالت له جون بيأكد شكوك. جون بيمسك رقبة كلاي وبيخنقه. كلاي بيصحى في عربية جون وايديه مكلبشة. جون بيترجاه يعرفه ليه كلاي عمل كده بس كلاي بيرفض يجاوب. جون بيقول له انه رايح لعيلته وهيتفرج عليه وهو بيقتلهم لو ما اتكلمش. كلاي في الاخر بيعترف انه عمل كل ده عشان يخلي امريكا عظيمة تاني لانه اقوى دولة لما بتكون في حرب. جون بعدها بيربط حزام الامان بتاعه وبيسوق مباشرة عبر كوبري في نهر. بيأمره ينادي على اسم بام بس لما كلاي بيعمل كده جون بيتفرج عليه وهو بيغرق. جون بيقعد تحت المية وهو بيتخيل انه هيقابل بام في الحياة التانية. بعدين بنشوف جنازة بام وجون. جرير بتاخد العلم بنيابة عن العائلة وبترجع لعربيتها اللي بيلاقي فيها جون مستنيها. ريتر بيستخدم المحادثة المسجلة بين جون وكلاي عشان يبتز الحكومة تدي جون هوية جديدة. جون بعدها بيودع جرير في محطة قطار وهو ناوي يبدأ حياة جديدة.